ليه ما تطبخش على اي صخره تلاقيها قدامك؟ عشان ممكن تبقى اخر اكله تاكلها في حياتك. الصخره دي شكلها جامد، بس جواها ممكن تبقى قنبله موقوته، مجرد ما تسخن جامد ممكن تفرقع مره واحده. الصخره دي ممكن تنفجر وتتفتت ويروح الاكل اللي عليها في ثانيه كانك ما عملتش حاجه. الصخور من بره شكلها قوي، بس من جوه فيها مسام صغيره مليانه ميه. الميه دي بتبقى ساكنه تماما جواها، بس اول ما بتسخن تبدا تغلي وتتحول لبخار، والبخار ده يقعد يوسع لنفسه ويزق من جوه بكل قوته. ولما الصخره ما تستحملش الضغط ده تفرقع وتتفتت. غير كده الصخور دي مش كلها زي بعض، في منها اللي بتسخن من ناحيه اكتر من التانيه، وده بيخليها تضعف اسرع وتنفجر اسهل. والاخطر بقى بعض الصخور ممكن تطلع غازات سامه لما تسخن، يعني بدل ما تعمل وجبه ستيك تبقى عامل تجربه كيماويه على السريع. فايه رايك بقى؟ تقدر تطبخ عليها ولا تخاف؟ قول لي في الكومنتات. واخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر المزيد، وشكرا.